السلام عليكم متابعينا الأعزاء ومرحبا بكم. لدينا جديد وقضية تشغل الرأي العام. الأجواء لم تكن هادئة، بل شهدت المنطقة ضرب ميل الشعبية بمدينة الدار البيضاء مواجهات واشتباكات عنيفة أثارت ضجة واسعة. فما الذي جرى بالضبط ومن المسؤول عن هذه الاحتقان؟ تابعوا معي التفاصيل حتى النهاية. القصة وما فيها أن محيط الأسواق الشعبية في منطقة ضرب ميل بالدار البيضاء عاش على واقع توترات خطيرة نتيجة تراكمات ومشاكل يومية من الفوضى العارمة واحتلال عشوائي من طرف الأفارقة للمجال العمومي، واحتكاكات مستمرة أثارت الغضب واستياء الساكنة والتجار المحليين الذي وجدوا أنفسهم وسط أزمة حقيقية. هذا الوضع المتأزم تطور للأسف إلى مشاحنات ومواجهات مباشرة وعراك بالأيدي بين بعض الشباب ومهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، مما خلق حالة من العله والخوف الشديد في صفوف المواطنين وأصحاب المحلات التجارية. ولكن تحرك السلطات الأمنية والقوات العمومية كان حاسما في الوقت المناسب. فور تلقي البلاغات هرعت العناصر الأمنية إلى عين المكان للتدخل بكل صرامة وتطويق رقعة المهاجرين ومنع تفاقم الأوضاع لتعود الأمور تدريجيا إلى نصابها. كما تم توقيف عدد من المتورطين وفتح تحقيق قضائي شامل تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية. هذه الأحداث تعيد تسليط الضوء على ضرورة إيجاد حلول جذرية وصارمة لتنظيم الفضاءات التجارية وضمان أمن وسلامة الجميع. شاركونا آراءكم في التعليقات. ما هي الحلول الأنسب لتفادي مثل هذه التوترات مستقبلا؟ كان معكم قناة الخبر تيفي. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وفي حفظه.